ليه ابني بيحكي كل حاجة لأصحابه وأنا لأ؟ لو ابنك بيحكي أسراره لأصحابه مش ليك، المشكلة هنا مش فيه، المشكلة في إحساسه وهو بيتكلم معاك. يعني ابنك مش محتاج حد يصححه كل مرة، هو محتاج حد يسمع له بس من غير ما يحاكمه. يعني حضرتك لما بيجي يحكي لك كأب، بتفضل أول حاجة بتعملها بتقاطعه، بتدّي له نصايح قبل ما بيخلّص كلامه، فالولد هنا بيزهق أو البنت بتزهق، أو بتحاسبه على كل كلمة هو بيحكيها، فالمُخ بيربطك كأب بضغط عليه مش أمان، فبيبدأ يدوّر على الأمان عند أصحابه برّه، حتى لو نصايحهم غلط، وأكيد بتطلع غلط لإن سنّهم صغير. فالحل هنا أول حاجة اسمع للآخر، حتى لو شايف كلامه غلط اسمعه كله، لازم تسمع ابنك، لازم. تاني حاجة ما تهاجمش، يعني بدل ما تقول له بزعيق وبصوت عالي ازاي تعمل كده، قول له ايه اللي خلاك تفكر كده بهدوء طبعا. تالت حاجة ادي امان قبل التوجيه، يعني خليه يحس انه مش هيتعاقب لمجرد انه اتكلم معاك وحكى معاك. ابنك مش بيختار صحابه علشان هم احسن منك، هو بيختارهم علشان بيسمعوه اكتر منك. قُل لي بقى، آخر مرّة سمعت ابنك فيها من غير ما تقاطعه، كانت إمتى؟